السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم بسرعة كده عن سؤال بنسأل عليه كتير، وهو الخياطة بتاعة الجرح. في سيدات كتير بتطلب إن الخياطة تكون ليزر. مفيش حاجة اسمها ليزر أولا، خلاص احنا بنوضح الكلمة دي. مفيش حاجة اسمها ليزر في خياطة الجرح، لكن خياطة الجرح بتتم بطريقة من اتنين. أول طريقة ممكن الخيط، او ممكن تبقى لزقه بتتحط على الجرح. ما يفضله الجراحين، اغلب الجراحين، هي الخيط. الخيط في منه نوعين، في نوع اسمه فايكريل. فايكريل ده عباره عن خيط بيبتدي يتحلل بعد تقريبا 10 ايام، وفي خلال 6 شهور بيتحلل كامل بعد 6 شهور، وبالتالي التفاعل بتاعه بيستمر في الجلد لمده 6 شهور. وده اللي السيدات بتسميه الخياطه الليزر، لان هو الست ما بتفكش خيط بعد اسبوع 10 ايام، وبتبقى حريصه انها تعمله. لكن ده مش اللي بنستخدمه في شغلي انا كتير، او الافضل اللي بفضله الخيط الثاني اللي هو اسمه برولين او بي دي اس. البرولين او البي دي اس ده عباره عن خيط، هو ماده بلاستيك بنشيله من الجلد تماما بعد اسبوع ل 10 ايام. ميزته ان التفاعل اللي قلنا عليه في الخيط اللي فات ده ما بيحصلش، لان انا بشيل الخيط نفسه، فالجلد بيلحم. انا المطلوب في الجلد ان انا اقرب طبقات الجلد من بعضها البعض. الجلد بيلحم كويس جدا، بيبقى شكله كويس جدا. وطبعا كل ما الرفع بتاع الخيط يزيد، يعني الخيط يبقى رفيع، كل ما تقريب الطبقات لبعض يبقى افضل. والسيدات على الصفحه برضه ممكن الحالات اللي عملوا معانا عمليات ممكن يخشوا على الفيديو ويقولوا رايهم ايه في شكل الجلد والتناسق بتاعه. الشكل النهائي للجلد او بعد اي عمليه ده اللي بيهم تقريبا اكتر السيدات. يعني الست بتبقى مش واخده بالها قوي من اللي حصل جوه في البطن، من تقفيل الطبقات البطن، من تقفيل الرحم، لكن يهمها الشكل النهائي للجرح. ده طبعا بنركز عليه جدا، بالاضافه الاهم منه الشغل جوه البطن او في الجراحه نفسها. لكن في النهايه الست بتبقى مركزه عليه جدا، وده الحمد لله بنركز فيه كويس قوي بالنسبه للخياطه بتاعه الجرح وشكل الجرح في النهايه. بحس سيدات كتير بتيجي بعد 5-6 شهور تقول لي انا جرحي قيصريه مش باين. انا حتى لما بعمل حاله سونار حامل بعد كده بدور على جرح قيصريه مش باين، الحمد لله. الجلد نفسه في تقفيله في طرق كتير للتقفيل، لكن التكنيك نفسه او طريقه الجراح في قفل الجلد دي بتفرق جدا في الشكل النهائي بتاعه. وعشان كده انا لا اتمن اي حد، لا مساعد ولا تمريض ولا اي حد، ان هو يقفل الجلد، لان انا بحب اقفل نفسي. هي دي الامضه بتاعتي، وهي دي صورتي في الاخر في الشكل النهائي للجلد. الجلد بنهتم بيه جدا عشان شكل الجرح والتجميل. بنصلح بيه مشاكل كتير قبل كده، زي التخانه اللي في الجلد. في بعض السيدات بيبقى مكان العمليه السابقه بيبقى فيه تخانه او كيلويد، حاجه اسمها كيلويد. كيلويد ده عباره عن الجرح نفسه بيبقى تخين. بيبقى من العيوب الثانيه برضه بيبقى الخط الميد لاين، فيه خط اسود بيبقى في نص البطن. الخط ده مش مظبوط عند بعض السيدات، ده مظبوط طبعا. بعض السيدات بيبقى فيه زي نقره او حفره كده مكان الجرح. الحفره دي بنصلحها طبعا، وبنرجع الجلد تاني البطن مشدوده تاني، ولو في جلد زايد شويه بنشيله برضه ونظبطه، بحيث في النهايه ان بعد تقريبا 10 ايام الجرح بيبقى ما فيهوش حاجه خالص، جميل، شكله جميل جدا، وبعد 6 شهور تقريبا مش باين. وبرضه السيدات اللي ولدوا معانا او عملوا عمليات معانا يخشوا يقولوا رايهم ايه. اللي باكد عليه ان في الفيديو ده ان تقفيل البرولين احسن كتير، ان انا افك الخيط احسن كتير. طريقه التقفيل نفسها مهمه جدا. كريمات التجميل برضه مهمه، بتساعد ان التقفيل ده يكون كويس، وده بنحطه بعد 7 أو 8 ايام بعد ما نفك الخيط. وفي النهايه بنتمنى لكم ولاده سعيده وعمليات جيده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.